انك تكون بتشجع الزمالك لازم تكون بتتابع مع دكتور قلب او دكتور سكر. لازم تبقى محطوط تحت ضغط 100 وشويه دقيقه، حاطط ايدك على قلبك ومش قادر تعمل اي حاجه، اي كوره شوطه جون طلعت بره خلاص، خلص الموضوع على كده. كل اللي انت بتعمله في البطوله دي كلها بالجماهير اللي هناك بالامال كلها بكل حاجه واقفه على شوطه. انت بص، ده واحد دمه نشف، دمه نشف نشف، مفيش مبرر خالص اللي احنا رجعنا ده كله غير ان احنا بدنيا واقعين جدا 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 جدا. مفيش حد واقف على رجليه خالص غير فتوح ودونجا تقريبا. مش فتوح، فتوح ده خربان خالص. زيزو ودونجا، محمد شحاته قبل ما يتصاب. الناس هي دول تقريبا اللي واقفين على رجليهم شويه. سيف الجزيري واقف على رجليه شويه، الباقي كله مفيش. عمر جابر والمسعود عشان ما بيجروش كتير رايح جاي، بس على الرجاله والكوره كده واقفين، قفلوا الدنيا كلها ورا. الماتش النهارده يعني خلاص احنا كسبنا الحمد لله والدنيا حلوه ونفرح ونزيط ونزقطط وكل حاجه، بس في حاجات كتير قوي غلط، في حاجات كتير قوي عندنا مش كويسه، في حاجات ايجابيه كتير. بس تعالى نتكلم كده على الايجابي الاول. الايجابي الاول ان حمزه المسلوسي وعمر جابر ارجل اتنين موجودين. عمر جابر ومسلوسي دكوره، عيال واقفه ورا كده دكوره. خلاص قدامهم دونجا محمد شحاته ماسكين نفسهم. محمد شحاته لسه عايز برضو شويه وقت، شويه وهيبقى شويه شويه شويه، ما نفرباش نفخه فيه من دلوقتي. خلاص ودونجا بسم الله ما شاء الله عليه. زيزو ما سيبك منه خلاص، الواد ده بسم الله ما شاء الله عليه هو حلو خلاص، سيبك منه، هو زيزو خارج التقييم يعني. تعال نتكلم بقى على السلبي، نتكلم على السلبي. فتوح، خلاص فتوح وحسام عبد المجيد الموسم اللي جاي ده، لا اللي بعديه هيلعب في سموحه. في سموحه بقى، في انبي، في بتروجيت ده الدرجه الثانيه، مش مستوى اتنين لعيبه بيلعبوا كوره خالص، مفيش كوره بتطلع صح. حسام عبد المجيد بيديهم كوره في ال 18 زي الكوره بتاعت محمود علاء مع الاهلي، قدام ال 18 بالظبط، ما بيتعلموش. اللعيبه ما عندهاش قابليه تتعلم. فتوح خربان لسه من الماتش اللي فات، خربان لسه، الدنيا مولعه معاه وخربان خالص. الموضوع مبهوأ معاهم هما الاثنين. قدام خط النص دونجا وشحاته حلوين. احمد حمدي رغم ان هو اللي جاب الجون وهو السبب ان احنا كسبنا البطوله النهارده، بس ده لعيب مستوى تاني مش مستوى اول. كده 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 ناصر ماهر هيقعد اي حد، يعني ناصر ماهر هيقعده ويقعد اي حد موجود، فهو لعيب تاني لازم يشغل نفسه كتير قوي 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 بدنيا ونفسيا وحاجات كتير قوي عشان يقدر ان هو يجاري الفرقه ويقدر ان هو يلعب في الفرقه، بس احنا مجبرين على كده في البطوله دي. ابراهيم نضاي بيعمل كل، بيتشقلب ويطير في الهواء ويعمل صوت من ودانه وكل حاجه، يجي عند اخر تاتش خالص يبوظ كل حاجه، يشوط بره، يباصيها غلط، يباصيها متاخر، يباصيها ورا، يباصيها قدام، ما بيظبطش اي حاجه خالص. يعني هو خلاص كده شكرا قوي عليه كده، وكده كده هيستغنوا عنه ويتكل على الله. الجزيري بيحنكش وبيضغط ومزعج وكل حاجه، بس في كور بتجيله لازم يخلص، لازم يخلص. عامل بالظبط فكرني بوليد ازارو. وليد ازارو كان الكور السهله ما يجيبهاش اجوان، والكور المتعقربه يجيبها اجوان. هو وليد ازارو بالظبط، هو فكرني بوليد ازارو. زيزو خلاص اتكلمنا عليه. مصطفى شلبي راجع من اصابه، الراجل خلاص عديله. زياد كمال اخطائه كتيره وبيعمل فورات كتير. نلم نفسنا ونشوف احتياجاتنا ايه، ونفكر من دلوقتي، من دلوقتي في ماتش الاهلي. يعني اهم حاجه دلوقتي ماتش الاهلي اللي جاي السوبر، لازم تفكر فيه وتدعيماتك عامله ازاي مع الناس اللي عندك اللي ما تقعدوش في افريقيا، اذا كان سيف جعفر وناصر ماهر وعبد الله السعيد، تزود عليهم، شوف اللي عندك، العجز اللي عندك في الدفاع والباكات الشمال والكلام ده كله، وتظبط حالك علشان ما ينفعش تركن على كده. ما ينفعش انا خدت بطوله والدنيا حلوه والناس ماشيه واللعيبه حلوه، لا مش حلو. لازم ما نحطش يعني، ما نغمضش عينينا على الغلط ونركز علشان نبني بعد كده. ده حلو اللي انت خدته الكونفدراليه، هيخلي اللعيبه كتير عايزه تجيلك، هيخلي في لعيبه الدوافع بتاعتك تديها ثقه، اللي بره القائمه الافريقيه ديهم ثقه، فانت عندك تكسب من ورا الثقه دي وابني بعد كده. ما تهدش زي ما عملنا قبل كده بعد ما كسبنا الكونفدراليه وبعديها بسنه وخسرنا افريقيا وهدينا كل حاجه. لا، استغل وابني على الفرقه دي كلها. مبروك مبروك مبروك، ونستريح بقى ونتبسط ان شاء الله. شكرا.